اهلا يا برج الحمل، كل سنه وانتم طيبين. النهارده احنا هنعمل قرايه مختلفه شويه، هنعملها بالعشريات. هنقسم البرج الحمل لثلاثة. العشريه الاولى والتانية والتالتة. عايزين نشوف، واحنا كده في رمضان والجو كله روحانيات، عايزين نشوف ايه الحاجه اللي انت بتعاني منها دلوقتي يا برج الحمل كشعور، وايه الذكر اللي هيطهره. والله اعلم. تمام، يلا بينا نبتدي بالعشرية الأولى لبرج الحمل. ايه الشعور الحالي اللي بصي يا برج الحمل، واضح ان انت في الوقت الحالي بتعدي زي صعوبات كتير او مشاكل في حياتك، او في زي تواصل روحي مع حد بطريقة مش حلوة، غضب، زعل، بتتخانق مع نفسك كده جواك، او بتتخانق مع حد كده من جواك، فده بيوصل له، او العكس بيحصل ده. فده عامل لك قلق او غضب او شوية يا برج الحمل. اما بقى الذكر اللي المفروض هيطهر ده، انت محتاج عشان تتخلص من ده انك ترفع ترددات جسمك كده شوية، عشان يعني المشاكل دي تنتهي، او التواصل الروحي اللي مش حلو ده اللي بيجيلك من اشخاص تانية ما يوصلكش بطريقة قوية. آه، فانت محتاج ذكر اللي هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هو ده اللي تردده بعد كل صلاة 100 مرة، والله أعلم. احنا كلنا بنجتهد يعني. سبحان وبالطريقة او تسبح ربنا بالطريقة اللي انت حاببها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهي دي الحاجة اللي محتاجها أول عشية برج الحمل. يلا العشية التانية. العشية التانية لبرج الحمل، ايه الشعور اللي بيعاني منه، ايه الذكر اللي محتاجه. بصي يا برج الحمل، العشرية التانية انتوا بتعانوا من كسرة قلب، من وجع، ومحتاجين ان انتوا تتخطوا ده، to move on، يعني ان انتوا تتخطوا اللي حصل دوت، او ايا كان سبب الوجع او كسرة القلب. وزعلانين وعندكم حزن كده داخلي. فالذكر اللي محتاجين ان انتوا هو ده اللي تقولوه الفترة دي، هتنعملوه 100 مرة بعد كل صلاة بنية التطهير، اللي هو ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. دي عشان زوال الهموم والكرب واكتساب الوفرة كمان والخير. والله الحي، الله الحي، وربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. تمام، هي دي الذكر اللي انتوا محتاجينه الفترة دي. واذا عجبتكم القرايه قولولي برضو، عشان نعملها كل اسبوع من رمضان، ونعرف كل اسبوع هنعملها ولا لا، ولا انتوا عاجباكم ولا لا، وايه كل اسبوع الحاجه اللي احنا هنقولها، او ايه الذكر اللي هيطهر لنا نوع معين من انواع المشاعر. طيب خلينا نشوف العشريه الثالثه. ممكن يكون عندك مشكلة في الماديات، عندك مشكلة في اكتساب الرزق، ممكن يكون عندك عدم امان، او مشكلة في الامان في العموم يعني. ممكن تكون بتعاني من انفصال، وفي طاقة تانية هما الدنيا كويسة معاهم والدنيا لطيفة وواصلين اللي هم عايزينه، ويعني فاهم الدنيا مرتاحة كده معاهم. على العموم يعني العشرية التالتة الذكر اللي محتاجين يقولوه اللي هو الاستغفار الطبيعي، بس انت محتاج تسامح نفسك في الاستغفار دوت، بمعنى ان انك لازم احنا لما قبل ما نستغفر الاستغفار عشان يبقى صح،
محتاجين نعترف ان احنا اخطأنا في حق نفسنا وظلمنا نفسنا ايا كان. ممكن يكون الظلم ده جاي من اهل، ممكن يكون بتعاني من اهلك من مثلا تشبث عادات وتقاليد مثلا معينة، او بتعاني من حاجة معينة مع اهلك، فانت ممكن تكون مش عارف تحلها لان هم اهلك وقاعدين معاك وكده. فانت محتاج ان انت لما انا بقبل الاذى على نفسي فده معناه ان انا ظلمت نفسي، ايا كان انا قادر ان انا اوقف الاذى ده او مش قادر. في الاخر في النهايه يعني انا تعرضت للاذى ده، فاحنا عايزين نعترف ان احنا ظلمنا نفسنا او اذينا نفسنا، وعايزين نطهر القلب كده شويه ونحط نيه الاستغفار بان احنا نتخلص من المخاوف اللي عندنا وان احنا نتطهر من اي حاجه ظلمنا فيها نفسنا فاتحسبت وزر علينا. فهنستغفر بأيا كانت الطريقة اللي انت تحب تستغفر بيها. في طريقة أنا كنت يعني بحب أستغفر بيها، اللي هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ممكن تاخد الطريقة دي وممكن أي طريقة تحبها في الاستغفار. بس كده، فقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات في القراية دي، وإذا عايزيني أكمل فيها ونعملها كل أسبوع في رمضان. يلا باي باي.